شيرين خرجت من المستشفى وطمنت الناس عليها، والقريبين منها قالوا إنها مع حسام حبيب وبناتها. اتخلت عن أخوها وبعدت عن أمها. أخوها قال: حسبي الله ونعم الوكيل فيكي يا شيرين، تطردي سواق بقاله 22 سنة معاكي وتمشي مدير أعمالك الراجل المحترم عشان خاطر ترضي لوسي ابن طنط فكيهة. أيام طويلة مرت على قصة شيرين عبد الوهاب الأخيرة، واللي ارتبطت بدخولها المصحة النفسية في بداية شهر أكتوبر اللي فات، وده بعد خلافها مع أخوها محمد عبد الوهاب اللي حاول يعالجها من الإدمان. وبعد فترة قربت من الشهر خرجت الفنانة اللي مشاكلها كتير ووجهت رسالة لجمهورها، رسالة شيرين عبد الوهاب اللي جت على لسان ياسر قنطوش محاميها. قالت فيها: الحمد لله أنا بقيت كويسة، وعايزاك تقول للناس إني كويسة، وعايزاك تطمن الناس عليا وتشكر الناس اللي كانت بتسأل عليا، وكل الوسط الفني والغنائي، وكل الناس اللي اهتمت بيا. وقريب هرجع أحسن من الأول بكتير، قريب هكون في حوار كبير ونتكلم في حاجات كتير. ومن وقت خروج شيرين عبد الوهاب انتشرت إشاعات كتير ومعلومات عن مواقع منسوبة لمصادر مقربة منها، واللي قالوا إنها خرجت من مستشفى على النيابة عشان تقول أقوالها ضد أخوها محمد في البلاغ اللي قدمه محاميها في واقعة اقتحام شقتها ودخولها المستشفى. المقربين منها برضو قالوا إنها راحت بيت ابن خالة الفنان حسام حبيب في التجمع الخامس، ولما خرجت من النيابة راحت مكان مش معروف وما قالتش لحد عليه حتى السواق بتاعها. وبعد يومين اتصلت شيرين بسواقها وطلبت منه يسلم بناتها لشخص هي تعرفه عشان ما يعرفش مكانها، ولما رفض لغموض الطريقة طردته من الشغل بتاعه رغم انه بقاله 22 سنة شغال معاها. بعدين قدرت شيرين تشوف بناتها لمدة ساعتين في حضور حسام حبيب، ولما عرفت أمها وأخوها إن شيرين بتخبي مكانها عنهم ما اهتموش يدوروا عليها. حاول محامي شيرين يرد عليه وقال: كل ده غير صحيح، الفنانة شيرين عبد الوهاب لم يجمعها أي لقاء بحسام حبيب دون توضيح صريح عن مكانها. ومن أيام كان الإعلامي عمرو أديب قال في برنامجه الحكاية إن شيرين عبد الوهاب غادرت المستشفى يوم 3 نوفمبر الجاري، واتصل بيها وكان صوتها كويس جدا، وحكى تفاصيل المكالمة اللي هي: لما سألتها أنت عاملة إيه وقلت لها كفارة، ردت عليا وقالت كفارة بجد، عايزاك تطمن الناس عليا وتشكر كل اللي سأل عليا، وقريب هرجع أحسن من الأول. ومن وقت خروج شيرين واسمها ترند على تويتر، وخرج جمهورها للتعليق على الموضوع وتوجيه بعض الرسائل ليها، منها: استحلفك بالله يا شيرين، بحق كل أسماء الله الحسنى بلاش تصغرينا وتشمتي فينا أعدائك، بلاش تقهرينا عليكي، والله خايف أصحى في يوم على خبر سيء وتنهي مشوارك الفني اللي لن يتكرر مرة أخرى حرفيا. وتابع: أرجوكي ارجعي أقوى، وكلنا في ظهرك وبنحبك، كسرنا قواعد ومبادئ كتير قوي عشانك، ممكن تعتقوا شيرين لوجه الله سبحانه؟ ممكن توقفوا تداول يومي لأخبار عنها، شيء صحيح وشيء مؤلف؟ ممكن تسيبوها في حالها وتوقفوا كره الناس ليها؟ علق أحد متابعي شيرين: أتمنى من نقابة الفنانين إنها تنهي مسيرة شيرين وتجبرها على الاعتزال لحفظ تاريخها الفني الجميل.